بصوا بقى، جايه لكم بحاجه ترند بجد زي ما بيقولوا كده. مربى الكانتالوب، بدل ما كانت بتتحط في الفروت سلطه او تتقطع كده وناكلها، بقت مربى. تعالوا نشوف مع بعض الطريقه. دلوقتي بقى زي ما عملنا معاكم الفراوله، هنعمل معاكم الكانتالوب ماشي، وهنقطعه زيه برضو بالظبط تقطيع خفيف. بصوا بقى كده بعد ما قطعناها، وده كده كيلو تمام. الكيلو بقى هنحط عليه نص كيس بالشكل ده كده. بقى بعد ما حطينا نص كيس ماشي، وكيلو الاناناس هنحطه برضو في التلاجة لحد بكره، وهنرجع لكم على طول. بصوا ادي اهي وهي بتغلي، هنحط النص ليمونه نعصرها اهو. طبعا احنا قلنا الليمون مفيد عشان ما يحمضش او يحصل له اي حاجه، لانها مربى تحط في التلاجة. كده خلاص هقفل عليها. وكده بعد ما عملناها بالهاند بلندر، و هتتحط بقى زي الفراولة في اي برطمانات عندك، وبعدين تتحط في التلاجة. بس كده، يلا باي باي.